نحن بناخذ الوضع الاجتماعي والوضع الانتاجي. الى الان الى اليوم بتروح على الباديه بتلاقي البدويه لابسه لحد كحل رجلها، لان الى الان في نهايه القرن العشرين البدويه لا تلبس لباس داخلي. ايوه ده شيء السروال هم ما بيلبسوش. طيب يعني ده موضوع على كل لا، وهذا مما يضطرها ان تلبس جلباب، يضطرها. اوكي يعني حتى اجيب لك منين اجى هذا. موافقين. العربيه كانت تضع خمارا قبل البعثه وتلبس جلباب طويل، ولكن كانت صدرها تكفو، الطخي كان يبين صدرها. عظيم. فعندما والمرأة العربية ضحكت على كل الفقهاء. هي ضحكت عليه بفطرتها السليمة، لأن المرأة العربية أصلا لابسة جلابية وحاطة على رأسها ومغطية، لابسة هذا، طيب شو بدها تغطي مرة ثانية؟ وعندما قالت وليضربن بجيوبهن ونظرت فنظرت أن الجيوب هي الصدر فقال الفقهاء أن الجيوب أي الصدر. قلت لك يا عمي لأنه هي كانت مكشوفة، لو كانت لابسة كذا كانت لبست أطول. الآن أريد أن أسأل الدكتورة، قال في 3 آيات رب العالمين بيقول لموسى أدخل يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك، اضمم يدك إلى جناحك. ماذا فعل موسى؟ هم في جيبها، انتبهي. ايه ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ انا عم بسألك ماذا فعل موسى؟ ايه صلة ده يعني زي المرأة؟ لك جيب، عم اقول جيوب. هاي جيب، قال له جيبها. في اطلاق لغة وفي اطلاق شرع. لك يا لا 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 هذا انتم اخترعتوه، طولي بالك. شو طلع له؟ انتم اخترعتوه. لا قلت لكم المرأة العربية ضحكت عليكم. ما هو ضحكت عليكم المرأة العربية. ضحكت علينا وضحكت على ربنا؟ لا ضحكت عليكم. ليه ما ضحكت على ربنا؟ ضحكت على ربنا لأن ربنا هو اللي قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة العربية مغطية تحت باطتها في مرة ثانية يعني. يبقى ضحكت على ربنا. بدك ما ضحكت عليه لأنه كان مكشوف. إذا واحد قال لك تلبس وأنت لابس تلبس مرة ثانية. يعني أنا مش فاهم يا دكتور حضرتك عايز توصل لإيه؟ أنا عايز أوصل إنه المرأة العربية كانت لابسة كويس، كانت مغطاة الجيوب كويس، ولكن في جيب واحد مو مغطى غطته. هي كل الشغله. خلاص. إذا ما هو الخلاف هنا؟ الخلاف أنهن ظنوا أن الجيوب يعني الصدر. أنا أقول لا، الجيوب لا يعني مو الصدر، أوسع من الصدر. أوسع. عظيم. يجب تغطيتها تحت الباط. يجب تغطيتها ولا لا؟ نعم. يجب تغطيتها هي ولا 4 فقط. اللي هم تحت الإبط، تحت الإبط ها. والصدر والفرج والإليتين. لماذا بقى خصصت 4 مواضع للجيوب؟ نعم لأنها واللفظ عام. لأنها مخفية. الوجه ظاهر، الفم جيب ظاهر، أما الوحدة ما بتمشي هيك. بقى أنا أقول على الوجه، بقى أنا أقول على الرأس جايب وعلى اليد جايب وعلى الرجل. لا مو على الجيب، أقول المرأة لا تمشي رافعة الرجال، بتمشي هيك يعني تحت الإبط مغطى. لا سبق لك ولا طب افرض بقى على جيوبين ولا ما بدي افرض لانه مره ما بتمشي. واحده لابسه مايو يا دكتور. ها لازم اقول لها ايه دي بقى؟ لازم تغطي تحت ابطها. تغطي تحت ابطها بس. نعم. لكن اما بقى شعرها واما نحرها لا له علاقه اطلاقا. لا تحكي الشعر نهائيا لا ولا نحرها ولا حاجه، كله هذا بتشيليه يا دكتور، كله بتشيليه. هذا لباس العرب. الله يخليكي. المراه الصينيه نساء الارض 3 مليارات امرأة، ما لهم مجبورين يلبسوا مثل نساء ربيعة ومضر والأوس الخزرج حتى تفوتين على الجنة، ما لهم مجبورين يا دكتور، ما لهم مجبورين، بس مجبورين يلبسوا لباس محتشم وما يتقوا. ما هو معنى الاحتشام يا دكتور؟ معنى اجتماعي. لماذا رب العالمين حط لك الحد الأدنى هي الجنوب. لماذا ربط الله اللباس بالتقوى يا دكتور؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. نعم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نعم. لماذا ربط الله اللباس بالتقوى فقط؟ هلا واحدة طولي بالك، بدك تاخذي الآية أول شيء، آية المؤمنات، الآية 31 بسورة النور. حدد فيها تماما ما هي الأشياء التي يجب على المرأة أن تخفيها بالاسم. هلا إذا حقت إلا ما ظهر. ظهر منها الوجه ظاهر ولا مخفي؟ أيوه. والرأس أنا معاك ظاهر مخفي؟ لا بس الراس عندي دليل ثاني. لا الراس عندي وليضربن بخمرهن. يا دكتورة، لا أنا ما يا دكتورة عمر بن الخطاب ضرب الأمة لأنها تغطت، ضربها عشان تميز عن الحر، عشان الحرة تميز عن الأمة، لأنه الأمة مو مرة، لأنه وحدة سويدية شقراء حوراء لا تفتن. لا هندخل في قضية الرق وحرة.
عم بحكي عن المرأة. الحجاب في اول الأمة تشريع. امرأة ام ليست امرأة؟ بس سؤالي واضح. ايوه بس الاماء لهم وضع امرأة في ام ليست المجتمع. امرأة؟ الاماء يا دكتور نساء. سلعه. الدكتور بيسأل هل يعاملن معاملة النساء لا، لا العاديات ولا يعاملن، لا؟ لا يعاملن. عند السادة الفقهاء، عند السادة وعند الفقهاء، القرآن الكريم. عند السادة الفقهاء انه الأمة ها. الحوراء الشقراء لا تفتن، معلش، والعجوز الشمطاء الحرة بتتعطى. فإن أتينا بفاحشة شو هذا؟ فعليهن نصف شو هذا؟ ما إيه على ليش؟ المحصنات. ليش؟ ده نص قرآني. ليش؟ أن معناتها الأمة هذا ليست- اللباس أن الأمة ليست لأنه كالحرة. هذا لباس اجتماعي. ولذلك يا دكتور هذا لباس حينما اجتماعي وليس شرعي. لا يا دكتور ما في شيء اسمه لباس شرعي، الله يرضى عليك. الإماء كانوا مشهورين بالفسق، كانوا مشهورين بالفجور في هذا المجتمع قبل الإسلام. وأمرعهم. ولذلك لا، ومش مع الإسلام. حينما أوجب عورة الإسلام الأمة عند مالك ابن أنس عنده العورة للأمة في حالتين، العورة المخففة والعورة المغلظة. العورة المغلظة عند الأمة هي الفرج والإليتين، ويحق لها أن تصلي بها. لا، شوف يا تصلي، دكتور، أنا بطلع لك إياها بالفقه. عورة الصلاة غير عورة النظر. تصلي لا، عورة الصلاة غير عورة النظر. تصلي احنا بنتكلم على عورة النظر يا دكتور. عورة النظر ما يحل ما للرجل هو عورة الأجنبي. الأمة؟ عورة الأمة أمام الناس. ما يحل، شوف بيدخل الأمة. ما إيه، يحل لك أمرأة للرجل. لا لك يا 14 دكتور. قرن أين ضلت. الإماء الآن يا دكتور؟ أين الإماء الآن؟ أين الإماء؟ أين الإماء الآن؟ الإسلام لأنه مناقشاتكم فاسدة، هذا فاسد الكلام. الإسلام لم ينشئ نظام. لسه على انه هلا بيقول لي المرأة تتحجب كي لا تفتن، لك يا ابني 14 قرن الأمة ماشية بلا غطاء، شو تفتن وما تفتن؟ شو ليش يعني عم تحكوا؟ ماشية لكن غلط لا، يا دكتور. والفقه وافقها. الخطأ لا يفسر الخطأ. والفقه وافقها. الفقه وافقها. نعم. الفقه قال إلا ما ظهر على منها. المذاهب الأربعة. إلا عم ما بيحكي ظهر. على لباس الأمة، الفقه على المذاهب الأربعة شو تقريبا. لباس الأمة؟ لك مو امرأة 14 قرن لسه لا يوجد هو في أمة. إماء دلوقتي. لا يوجد يا أمة يا دكتور، دكتور. وإماء لا لباس يوجد نساء أمة. ولا لا؟ لا يوجد أمة يا لا أقول أن دكتور. لباس المرأة لباس طب اجتماعي. أنا عايز أسأل سؤال هنا يا دكتورة. المرأة لباسها اجتماعي وليس تفرقة؟ شرعي. هل هناك تفرقة بين المرأة الحرة والمرأة الأمة؟ في لباس، بعض نعم. الأحكام. وهل هناك دلوقتي لا هل يوجد في إماء إماء؟ الآن. طيب إذا هنا الكلام يوجد لما بنقول النساء بنتكلم عن النساء يا عموما. بالضبط. دكتور، يا أستاذ عماد، بالضبط. أنت الآن بالضبط. تشرف بحقي. ليه؟ أريد أن أقول أن اللباس اجتماعي وطبقي وليس ديني. يا دكتور أيوة يا دكتور بس اجتماعي أيوة يا دكتور، اجتماعي. منين حضرتك عشان بس لأنه هناك أمة مسلمة وحرة أين مسلمة، النص كلاهما. القرآن؟ كيف يا دكتور ليس ديني؟ وربنا سبحانه بتقول بتسأل سؤال منطقي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين. أخذت كل الفقه الإسلامي السني والشيعي كله، بس بدي اشوف انه في حد قال انه اخي اما امراه عم بيحكي انه اسمها امراه، هي انه بتتغطى وتلبس ويضربن بخمورهن، ولا واحد قال. الله ولا لك عمر بن الخطاب ضرب للأمة. الواقع وبيفصلوا عن النصوص. طيب نحن ليس حجة لك علينا يا هذا دكتور. لا، الواقع ليس حجة. معناتها كل كلام الفقهاء لا بالخوامه، لا تجيبي لي كلام الفقهاء. لا، إذا بدك. حجتنا لا تجيبي لي كلام الفقهاء. الله يرضى عليك. يستنبطون كلامهم من النص يا دكتور. الله يرضى عليك. قال انا استنبطت كلامي من النص. هنا يا دكتور، معلش عشان الوقت انتهى للاسف. عايز حضرتك تلخص لي وجهة نظر حضرتك في قضية الحجاب نساء العالم، وهسأل نفس السؤال. نساء العالم غير ملتزمات بتقليد نساء ربيعة ومضر والأوس والخزرج ليفوتوا على الجنة. اسمح لي. اللباس ايوه ليس من أركان الإسلام العشر ولا ال50 ولا ال100، وليس من أركان الإيمان. هو اللباس اجتماعي عرفي. نساء حوران المسيحيات والمؤمنان يلبسن نفس اللباس، وبالتالي على ما النساء في شيء اسمه لباس امرأة، ما في شيء اسمه لباس يلبسوا إسلام. زي ما هم عايزين. نعم. شكرا دكتور. اتفضل يا دكتوره سعاد باختصار. لباس المرأة المسلمة ما في لباس إسلامي. لو سمحت، احنا خلاص، بلاش حتى احنا اسمع. الحجاب. لباس المرأة المسلمة ما يجب أن تلبسه المرأة المسلمة إذا كانت بالغة عاقلة هو أن يكون مغطي جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين، استنادا إلى قوله صلى الله تعالى إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذه النصوص نصوص قطعية كما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم. والأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. وضربوا بخمورهن ولكن على وكل أهل الأرض يضربن بخمورهن على جيوبهن. لا، الجيب يا دكتور الجيوب اللي بنطبخ فيها تحت الذي من الطين أجله والصدر والفرج والإليتين وبس. طيب
تسمح عشان لي؟ الوقت عشان الوقت يا في دكتور. وقت، في احاديث كنت عايزه اقولها. انا متاسف بس عشان الوقت. على اي الاحوال واضح ان وجهه نظر حضرتك واضحه فيما يتعلق بالزي الاسلامي، ووجهه نظر الدكتور شحرور انه ليس هناك شيء اسمه زي، ولكن فقط هو تغطيه الجيوب والباقي اعراف. والحرام هو الزنا، والحرام هو الزنا، والحشمه مطلوبه. والحشمه. شكرا يا دكتور شحرور. وحدود الحشمه ايه؟ لا، المجتمع بيحطها. شكرا دكتورة سعاد العراق. صالح، شكرا للدكتورة سعاد صالح، وشكرا للدكتور محمد شحرور، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.